اهلا يا كابتن. هذا مدرب المنتخب ما شاء الله تبارك الله. كابتن زكريا الصفار ما شاء الله عليكم. وانت؟ لاعب المنتخب. ما شاء الله. بطولة العالم بعد اسبوع ان شاء الله. الله وين في هنا في في اسبانيا ان شاء الله. الله يوفقكم والله. الله يسلمك. يا رب نفرح فيكم يا كابتن. الله يقويكم ان شاء الله. باذن الله تعالى. الوعد بعد اسبوعين هنا ان شاء الله. يا رب يا رب. الله يا تعال. واو. شيء موعد. وش يلا خش على الظهر يلا. بالله عليك. يلا. يعطيك العافية. وش بسم الله ما شاء الله. وحش بسم الله ان شاء الله ما شاء الله. قاعد ادربه وان شاء الله نخش فيه. بسم الله ما شاء الله. يا اخي انا بيجي انت تدربني يا اخي والله. هذا بس بيجلدني بارد. هذاك ظالم يا اخوي. والربيعه اقوى وضعا بعد. انا على ابن ايش انا طحت في كفار قريش. انا والله الله يرحمه. واحد انا حنين. اي صحيح. تعال ترى دا يسبك قبل شوي. امزح. هذا من تمرين. وخر شوف. تبي نسوي كذا بعدين انف ليش تسحب عليه؟ والله امزح عليك. قسم بالله امزح عليك. درجة ايش تسحب عليه؟ والله العظيم. تسحب عليه جمهور البيت نمشي على درجة البيت. لا تسحب. حرك صدرك جوا. احلى كابتن. الله يقويك. خلني اخذ. والله خاف الربيع مني. شو تحداني امر ضربات. هو يا رجال رخى اصلا. شوف بالله شوف بالله. وريني. ها؟ لا ها؟ والله كم التمرين؟ ولا شيء. انا جالس عند الباب. انا والله كنت كسر باب الطوارئ. والله لا يوفقك. والله لا يوفقك. انت ليه؟ شكله بطردهم. الله يا شباب سواليف. ترى احنا ما جينا نلعب. الله يرحمهم. لا مو بسواليف نتناقش. اسمي اعطيك تمرين بعد شوي. ذمتك. اي والله. لا يرحمون. الله انا خلصت تماريني كمل. يا والله نروح. السلام عليكم. تعال شوف ما ترحمون انتم. ترحمون ما شاء الله تبارك. لا وحش. شوف صدري شوف. وقف والله العظيم. وش لا فار من قبل. ارحم الشباب الزين. انت الزين كله. بايسبس نو اسمه كينج. الله. شو الاخبار؟ الله يحييك. كيف الحال؟ والله مبسوط. اول شيء انا سعيد فيك. الله يحييك. انا جاي الف مبروك البرنامج. الله يسعدك. مره جميل. الله يديمك. حبيبي. يرفع قدرك. والسنه راس الوالده. الله يخليها لكم يا رب. امين. طول عمرك يا سيدي. وش ذي؟ لا شباب رايح حق الحكم. خلاص الغذاء والدواء. تفاجأت موجودين في النادي. شو عندكم هنا؟ احنا قاعدين نبين جانب الهيئة التوعوي. يعني الهيئة مو بس تفتيش، برضو لها جانب توعوي كبير. وحنا قاعدين نبرز الجانب هذا اللي هو تعزيز التوعية بالتفتيش. الله يقويكم. فعندنا هذه معلومات بسيطة قبل لا تشتري أي مكمل غذائي. يعني في مثلا هنا عندك معلومة اللي هو اسأل مقدمي الرعاية الصحية إذا كان عندك فكرة عن المكمل الغذائي اللي تبي تشتريه، هل هو مناسب لك أو لا. برضو
الله يقويكم. وياك ان شاء الله. برضو عندنا هنا في معلومات مذكوره انه اي ادعاء طبي موجود على المكملات الغذائيه هذا يعتبر مخالف. اوكي. يعني مثل يخفض الكوليسترول، يعالج امراض القلب، هذا ادعاء مخالف. يعني المفروض ما تشتري المكمل هذا وتبلغ عنه. هذه معلومات بسيطه. هذا هو يا جماعه موقعهم. هذا شاب سعودي نفخر فيه. الله يقويك يعطيك العافيه. توفيق يا حبايبي. هذا هو يا جماعه